أقول لكم كلام. تفضلي يا أختي. أنا راجل السلية وقال لي إنه ما حيقدر الشهر ده يدفع الإيجار. ماله؟ والله حصل له ظروف، حصلت له مشكلة في الشغل وقال ما بيقدر يدفع، وأنا ما بقدر أدفع الشهر وأجيب الأكل وأجيب الشراب، ما بقدر. فأنتوا تقوموا تشتغلوا ترسلوا تتصرفوا، تخشوا معاي في الشهر ده تدفعوه. ندفعوا لك من وين؟ تشتغلوا. أنا أقدر أشتغل ببطني دي؟ القفيص الجنبي ده الصغير اللي ما بيحس ده هو اللي يدفع، يمشي يشتغل. ما بيقدر، ما بيعرف محل هنا، ما شغلت يا مودة، بس أنا صبرت عليك. عاد اسمعيني، أنا صبرت عليك ما في والكفاية ممكن ده وتاكل وتشرب. وحصل أنا سألتك، ما هو عشان أختي أنا 8 شهور أنا صابرة وساكتة، ما سألتك من شيء. يلا بعد كده خلاص وصل الحد، مفترض الناس تحس. طيب أنت بتمشي وين لو شو معاكي؟ أنا عندي اقتراح. أنت هو أنا ما شغلي هنا ما بلقى، لكن هو أنت ممكن تكلمي وعديلي ده أنا عارفه زول محترم وزول كده، أصحابه ممكن يعملوا معاه شارك الشهر ده. من أصحابه؟ من أصحابه يتدين يرسل. يا راجل انت الصغار والتفاصيل اللي انت فيها دي شنو؟ انت كمان تحس؟ كمان تشحن؟ يا اخي يا اخي هلا يعني نحن مع أهل بيناتنا، خالتك تتكلم كده. أنت ما أختك. انا ما قلت شيء. مين اللي خلقني؟ ما شفت لي زول بالبرود ده شنو البرود اللي انت فيه ده؟ يا اخي ده شنو ده؟ قاعد هطلة في البيت عن صحتك ده، عن كرش دي ماشية وين؟ أنت قولي ما شاء الله. ما شاء الله يا مودة، والله صحيح ما شاء الله. يا اخوي انا ما لاقوني في الدنيا ناس باردين بالبرود ده. أنا أختك. ما أنا راجل أختك. ما مصيبة انك انت اختي. أنت زعلانة كده بتستخدمي ليه يا أختي؟ نرجع أنت قاسي عليك تقع فينا داما، أولادنا دي يشردوا. انتوا ما بتقع فيكم، انتوا ده انتوا في الحريم ما راعيتوا الحريم. جيتني شاحنه. انت يا هاله انت تحسسيني كانه انا جيت لي دور غريب. هاله انا ما اختك يا هاله. ايوه قدرت تشتغلي لي دور اختي. انا ما عندي مشكله واختي على عيني وراسي، لكن انا ما بقدر ادفع الايجار براجي، وما بقدر يعني اكل واشرب وادفع الايجار. راجلك ده بدل انت حاضنه لي 24 ساعه في الغرفه ويمشي طوال يشتغل. لا شوفي لي زول اللي شغل وما بيعرف وما بيعرف فيها. اسمعيني هنا، انا الكلام الكثير ما بينفع معاك. انت وراجل تشوفوا لكم طريق الشغل. والله العظيم اشتغلتوا ما اشتغلتوا انا بخلي لكم البيت ده واطفش منكم. ما شوينا نمشي معاكي. واي